بدأ النهاردة الحزب الأكثر مسؤولية والأكثر انضباطا والأكثر نضجا بين جميع القوى السياسية الموجودة في مجلس الشعب في تقديري واجتهادي الخاص. عندنا 3 مؤشرات على ذلك يضاف إليها مؤشر من خارج البرلمان. المؤشر الأولاني إن في عدد من نواب مجلس الشعب، ورغم ان هم اصدقاء شخصيين ليا اغلبهم، الا ان الحقيقه اهم من الصداقه انه ليس من المناسب ان اعضاء مجلس الشعب يرتدوا اوشحه تحمل شعارات سياسيه داخل المجلس، لانه في فرق بين المواطن والنائب. والا نبقى زي القذافي اللي كان رئيس جمهوريه وبينزل المظاهرات مع الناس. النائب يشرع، النائب يراقب، النائب يصدر القوانين، النائب يحاسب، النائب يقرر عبر مجلس الشعب. لكن المواطن الآلية الوحيدة اللي عنده ان هو يتظاهر أو يقدم شكوى. فالتظاهر وحمل الأوشحة وما إلى ذلك من سمات المواطنين وليست من سمات ولا واجبات نواب مجلس الشعب. جماعة الإخوان المسلمين الوحيدة اللي التزمت بعدم ارتداء أي وشاح يحمل شعارات سياسية. المؤشر الثاني عدد من نواب مجلس الشعب في اتجاهات مختلفة غيروا في القسم، إما لأسباب دينية غيروا في القسم، وإما لأسباب ثورية غيروا في القسم. وتقديري إن ده موقف مش بالضرورة يعني موقف حكيم للغاية، ممكن يحمل حسن نوايا لكنه مش موقف مهني سياسي يعني يمتلك المسؤولية الكاملة. ليه؟ انت كعضو مجلس الشعب انت جواك غير هذا القسم العلني جواك قيمك ومبادئك. فأنا لو قيم ومبادئي لا تسمح بأن أنا أوافق على قانون إلا إذا وافق شرع الله، فأنا أصلا وقت التصويت أنا ومن أستطيع أن أحشد هقول لا لهذا القانون الذي يخالف شرع الله، أو هقول نعم لهذا القانون الذي يتوافق مع شرع الله. ما انتش محتاج تعمل هذا الجو داخل المجلس، لأن انت في مليون قانون هيعرض عليك حكم فيه ما تراه من مبادئ وقيم. وأيضا لأنصار الثورة اللي برضو حبوا يغيروا في القسم، انت وفائك وإخلاصك للثورة ينبغي أن يتبدى من مناقشات مجلس الشعب وليس مجرد تحريف أو تعديل ذلك. فقط حزب الحرية والعدالة الإخوان المسلمين اللي التزم بنص القسم ولم يعدل لا في اتجاه ديني ولا في اتجاه ثوري. المؤشر الثالث عدد من نواب مجلس الشعب وقت أذان الظهر خرجوا للصلاة وسابوا الجلسة بالعشرات من النواب. الجلسة كان فاضل عليها دقائق وتنتهي، وبالتالي كان ممكن، لأن في بعض المساجد احنا بنروح نصلي بتلاقي الأذان إلى الإقامة، الفرق بين الأذان والإقامة حتى يكتب لك كده في الجامع الفرق بين الأذان والإقامة 10 دقايق، هتقول لك 15 دقيقة، هتقول لك 20 دقيقة، هتقول لك نص ساعة، لأن الوقت ممتد من الناس تيجي وتوصل وتتوضى، أحيانا نص ساعة بين الأذان والإقامة. ثانيا في مسجد في مجلس الشعب وفي ناس كتيرة جدا هتصلي، فأنت ممكن 12 ونص أو 12 ونص وخمسة أو 1 إلا تلت بعد الأذان بنص ساعة أو نص وخمسة تقدر تصلي جماعة في مسجد مجلس الشعب. لكن بعض النواب اختاروا إنما يقطعوا الجلسة بيسيبوها قائمة اللي قدامها دقايق وتخلص ويروحوا يصلوا ويسيبوا البرلمان منعقد. فقط برضه حزب الحرية والعدالة نزود مرجعية الدينية اللي التزم ولم يغادر للصلاة لغاية ما الجلسة انتهت، وبعد ما انتهت راحوا صلوا جماعة في مسجد مجلس الشعب. يبقى المؤشر الرابع من خارج مجلس الشعب مما يدل على نضج وتطور ومسؤولية سياسية لدى حزب جماعة الإخوان المسلمين، والأمانة تقتضي قول ذلك. إن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين حضر احتفالية رسمية للسفارة الهندية في القاهرة بمناسبة يوم الجمهورية لسفارة الهند، وحضر والتقى السفير الهندي في القاهرة. ممكن بعض الناس يعتقد أن ده شيء طبيعي، لكن ده يدل على نضج سياسي وبدء الإخوان هم يديروا سياسة خارجية فيها درجة من التركيب والبراجماتية. ليه؟ لأن بين باكستان ذات الأغلبية المسلمة وبين الهند ذات الأغلبية الهندوسية في مشكلة في منطقة كشمير،
وجرت العادة أن كل التيارات الإسلامية تقف مع باكستان تماما وضد الهند تماما وتقاطع كل الاحتفالات الرسمية لجمهورية الهند. فلما نائب المرشد والرجل القوي في الجماعة يذهب إلى هناك، ده معناه أن الإخوان بدأوا يبصوا على سياسة خارجية فيها درجة من البراجماتية والمصالح العاقلة. لذلك توجب أن نشير إلى 4 مؤشرات بدت فيها جماعة الإخوان أكثر نضجا من باقي التيارات السياسية على ضوء اليوم. سنشاهد في الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة إذا أحيانا الله، هنشوف يا ترى أداء القوى السياسية في مجلس الشعب سيتجه إلى أي مجال. لكن يبقى القول إن كلمة فتح سرور التي